بعد اصدار القانون الجديد لازم ترخص صديقك الاليف، لازم ترخص صديقك الاليف عشان خاطر تحمي نفسك وتحميه. لو عندك كلب للحراسه او بتفكر انك تجيب كلب للحراسه فلازم ترخصه. بعد اصدار القانون مباشره قررت ان انا ارخص حراسه منزلي، قررت ارخص اوفياء منزلي. ناس كتير طبعا هتسالني وتقول لي استنى بس استنى، دي كلاب بلدي، هترخص كلاب بلدي؟ اللي حضرتك ما تعرفوش ولازم اوضحه لحضرتك ان طالما في كلب في حيازتك فحضرتك لازم ترخصه، والحكايه مش حكايه ترخيص فقط لا غير، بل في شويه ضوابط لازم كلنا نحترمها. وطبعا عشان الموضوع طويل هشرح لكم القانون بالتفصيل في فيديو تاني غير ده. خلينا اشرح لكم في المحتوى ده ازاي رخصت، كام التكلفه، ايه الاوراق المطلوبه للترخيص. اول حاجه عملتها رحت لمقر الهيئه العامه للخدمات البيطريه او اقرب وحده بيطريه ليك، سالت على الاوراق المطلوبه وسالت على السعر، وتاني يوم جهزت كل حاجه ورحت. وقتها كانت تكلفه الترخيص 116 جنيه زائد صورتين للكلب وصوره بطاقه لحضرتك. والوقت اللي انا رحت فيه تقريبا كان في نص شهر 5. بعدها بكام يوم اتفاجئت بزياده كبيره لرسوم ترخيص الكلاب من 116 جنيه الى 1200 جنيه تقريبا، والحمد لله لحقت نفسي ورخصت ب 116 جنيه قبل الزياده الجديده. والحمد لله برضو الرخصه مدتها سنه، فكده كده ان شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر. السنه الجايه هضطر ارخص ب 1000 وشويه. طبعا حضرتك لازم ترخص، ما تقوليش مش هرخص، لان الترخيص يا فندم قلت لك بيحميك وبيحمي صديقك الاليف. لا قدر الله لو حد عمل فيك محضر من جيرانك وراح مثلا اشتكاك، اول حاجه هتسال عنها الشرطه هل الكلب مرخص ولا لا. وبما اني قررت ان انا اقتني 4 من الاوفياء للحراسه في منزلي فكان لازم ارخصهم. نصيحه من اخوك، بعد القانون الجديد وبعد الغرامات الجديده لازم ترخص صديقك الاليف. من اهم الحاجات اللي بتحصل في اجراءات الترخيص هو تطعيم كلبك ضد السعار. بالمناسبه الحركه اللي انا بعملها في ودان فورتيكا دي انا بشتت انتباهها، بشتت تركيزها. ونصيحه من اخوك، لما يكون صديقك الاليف هياخد حقنه لازم تعمل له نفس الحركه. وناس كتير منكم هتقولي في قائمه نزلت بعدم ترخيص انواع معينه. احب اطمنكم الحمد لله رب العالمين القائمه اللي نزلت باسماء الكلاب الممنوع ترخيصها اتعدلت، اتغيرت. ولو مش مصدقني حضرتك هتطلع على اقرب وحده بيطريه وهتسال على نوع الكلب اللي معاك والاوراق المطلوبه، وباذن الله هترخص صديقك الاليف. بعد الترخيص في شويه ضوابط الزاميه لازم حضرتك تعرفها كويس جدا. اولها لازم تعلق القرص المعدني اللي حضرتك استلمته بعد الترخيص في رقبه الكلب. ولو حضرتك قررت تاخد صديقك الاليف تتمشى بيه شويه في الشارع او في الاماكن العامه فلازم حضرتك تكمم الكلب بالكمامه المخصصه ليه او المناسبه ليه وتقيده بليش مناسب عشان خاطر تسيطر عليه. ولازم حضرتك تفهم ان صديقك الاليف اذا عمل مشكله في الشارع او عمل مشكله في الاماكن العامه فده هيعرض حضرتك للسجن وللغرامه، وبتصل الغرامه ل 10000 جنيه. مش كده وبس، بل في الاسوأ الا وهو التحفظ على الكلب، التحفظ على صديقك الاليف. فلذلك خلينا نلتزم بالقانون، خلينا نلتزم بالقانون ونرخص اصدقائنا الاوفياء. بعد ما ترجع لبيتك وبعد ما يرجع صديقك الاليف لبيته اكيد هيقوم بمهمته الرئيسيه الا وهي الحراسه، فتقدر حضرتك تسيبه على راحته. ونصيحه اخيره من اخوك، رخص صديقك الاليف، رخص حتى بعد زياده الرسوم. في المهله المحدده لينا ان شاء الله باذن الله نكون كلنا